كده اتصل بيا محامي من داخل النيابه العسكريه وقال لي خد 1000 جنيه عشان انا اقول لك مكان ابنك فين. خدت 1000 جنيه. محامي اتصل بيا وقال لي جيب 1000 جنيه وتيجي وقال له مكان ابنك فين واخد منك 5000 جنيه. المحامي احمد ناصر سليمان ابو كان مستشار بالقضاء العسكري سابقا اعطي من 1000 جنيه على والدي على امه. كل اللي اداهولي اداني رقم القضيه اللي معملوا له وجاب لي تصريح زياره. رحت ساعتك يوم الاثنين 8 بالسجن الحربي طلب الزياره من واحد امه ما جاتش معايا. قعدت ساعه من الساعه 12 للساعه 1 اطلب ابني يجي قالوا لا مش هتدخل لابنك جيب الحاجه اللي انت جايبها له واحنا ندخلها. قلت ابني بقى في السجن الحربي اللي بيقولوا قصتك موته في المقصوره انا هكفله وغسله وانت شاهد الصور اللي عنده 18 سنه اللي كله تعالى نصوراه في التحرير في كل مكان راح الصوت راح كل مكان. قلت لهم دخلوني ساعتك للمأمور قالوا لا. الدكتور ربنا يصلح حاله قال لي من حق اشوف ابنه جابوا لي ساعتك حراسه ودخلوا لي ابني. لقيت دخلت للولد لقيته الحياه هو الموت. ما ساعتك ما فيش علاج بقى هو مكسور وشه كله كدمات. خدت له العلاج معايا مسكر عشان ادوله حجزوا لي قالوا ممنوعيه علاج خارجي. الدكاتره كتبوا له مطلوب يتعرض على مستشفى عسكري لان السجن عباره عن مستشفى وزير. رفضوا سعادتك يعرضوه قالوا هنموته هنا لانه هو ثورجي لانه هو ناس صحيح. محمد الوحيد انطبق على سعادتك من مجموعه المنصوره كل المجموعه رجعت. المجموعه سعادتك ال 111 اللي قبض عليهم انهم محاكمه مبارك في التحرير وبقوا مخطوطين مني تم اعتقالهم في كبر العضو وافرجوا عليهم لان ما تعملهمش قضيه. يا ريتهم كانوا عاوزوا يشوفوا لي شهر 2 3 4 وحرموه لكن هم عملوا له قضيه دلوقتي. اللي عاوز اقوله لكم بالنسبه دلوقتي على لساني سعادتك القضيه كانت فيها 6 افرجوا عن 2 يوم الثلاث 9 8 افرج عن واحد من المعتقلين ال6 قالوا له في الجيش وافرج عن واحد ثاني يعني جنسيه جنبيه. مصر سعادتك معاه جنسيه جنبيه طلب القنصل الكندي وممكن بايه في كندا فامر الشرطه العسكريه باستبعاده من القضيه عشان ما نعملش مشاكل مع جهات اجنبيه. فرض القضيه 4 سعادتك توجهنا للحاكم العسكري قال ان انا ما اقدرش اعمل حاجه. كلم سعادتك الحاكم العسكري في القاهره قال ده العيال اتجرأت على الجيش. وكيل النيابه قال وقال لي الولد لو عسكري لو فيه بره ضابط بره دكتور في الجامعه شتم عسكري في الجيش محبوس انت يا ابني محبوس قبل ما القضيه دي. ده قرار الحاكم العسكري يا جماعه قرار النيابه العسكريه. الولد هيتعرض بكره هو محبوس ومستقبله ضايع وحسبي الله ونعم الوكيل.